الأخلاق رزق يا أخي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فإن كنت من المؤمنين فاحمد الله حمدا كثيرا عظيما مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض. قال الشيخ الشعراوي: ما يحدث الآن في العالم يثبت أن المال هو أقل درجات الرزق، وأن الصحة وراحة البال من أعلى درجات الرزق. ويقول في موضع آخر: المال هو أدنى درجات الرزق، والعافية هي أعلى درجات الرزق، وصلاح الأبناء هو أفضل الرزق، ورضا رب العالمين هو تمام الرزق. انتهى كلامه رحمه الله.